السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن مادة الدنتال ماتيريال. المادة دي من أهم مواد تانية أسنان، عبارة عن 150 درجة. بنتكلم فيها على خاص المواد اللي بنستخدمها في الحشو. المادة دي ممكن نقسمها لجزئين. أول حاجة البيزك، اللي هو الجزء اللي له علاقة بالخصائص الفيزيائية بتاعة المواد، وهو الأساس اللي هنبني على أساسه الجزء التاني اللي هو الأبلايد. في البيزك هو طبعا بيتكلم على البروبرتيز بتاعة المواد، سواء بقى كانت فيزيكال بروبرتيز، الخواص الفيزيائية. خواص الفيزيائية زي مثلا الخواص البصرية اللي أنا بشوفها بعيني، اللي هي الأوبتيكال بروبرتيز. الأوبتيكال بروبرتيز دي مثلا زي اللون والسطوع بتاع المادة والشفافية والحاجات دي. تاني حاجة الثيرمال بروبرتيز. الثيرمال بروبرتيز دي أنا بتكلم فيها على الخواص الحرارية، مثلا أنا بتوصل حرارة ولا لأ، ممكن تعمل إصابة للعصب ولا لأ. تالت حاجة اللي هي الالكتريكال بروبرتيز، دي بتكلم فيها على الخواص الكهربية، طبعا لأن ممكن يبقى في خلية إلكتروليتية في البق بتاع العيان. هنتكلم برضو على الابلايد سيرفيس بروبرتيز، دي خواص لها علاقة بالسطح، زي مثلا السيرفيس تنشن اللي هو التوتر السطحي، أو قوة التجاذب بين جزيئات سطح السائل. تاني حاجة هنتكلم عنها اللي هي الويتابيليتي، اللي هي القابلية بتاعة السائل انه يبل السطح اللي هيلمسه. تالت حاجة البوندنج، سواء كان كيميكال او ميكانيكال، اللي هو ان يعمل بوند ما بين المركبين مثلا او جزئين. هنتكلم برضو عن الميكانيكال بروبرتيز، دي هنتكلم فيها على حاجات احنا خدناها قبل كده، زي مثلا الستريس سترين كيرف. الستريس سترين كيرف ده خدناه في اولى قبل كده. تاني حاجة هنتكلم على السيرفيس ميكانيكال بروبرتيز زي الهاردنس والوير والفريكشن. وتالت حاجة الريولوجيكال، دي جديدة شوية، اللي هنتكلم فيها على الخواص اللي في المادة بتتغير بمرور الوقت، تايم ديبندنت. هنتكلم برضو على الكلاسز بتاعة الماتيريال على حسب الكيميكال ستراكشر بتاعها، هنقسمها لميتالز اللي هي المعادن. هنتكلم برضو على البوليمرات زي الريزن. وهنتكلم برضو على السيراميكس بتوسع شوية ان شاء الله. لو احنا عملنا ميكشر ما بين 2 أو 3 من المواد السابقة، هنحصل على مادة اسمها الكومبوزيت، مركب يعني. هنتكلم برضو على الفيلير اللي هو الفشل، ان المادة دي ما قدرتش تعمل الفانكشن اللي مطلوب منها بسبب تغير حاجة في الخواص بتاعتها. وهنتكلم برضو على الابلايد. الابلايد ده اللي هو الجزء المبني على البيزك، هو جزء اكبر شوية بس ان شاء الله هيكون سهل. هنتكلم فيه اول حاجة على مواد اسمها الامبريشن ماتيريال. ايه هو الامبريشن ماتيريال؟ دي مواد بنحطها في بق العيان عشان ناخد منه صورة، عشان نعمل على اساسها بقى حاجة اسمها الكاست. الامبريشن ده لما نعمل منه الكاست او الموديل، ولو احنا عملنا ده بالنسبة للفك كله، انما لو كان بالنسبة لسنة واحدة ممكن نسميه الداي. الموديل ده شكل الموديل اهو، وده شكل الداي بتاع سنة واحدة. الموديل او الداي ده مادة بنصبها في الامبريشن عشان يطلع لها الشكل ده، اللي على اساسه هنعمل الحشوة بعدين. في برضو الواكس ممكن نعمل كارفنج للواكس، يعني زي ما خدنا في اولى. ومن الواكس ده هنشكله على شكل الحشوة اللي احنا عايزينها. ولما نشكله على شكل الحشوة اللي احنا عايزينها، ممكن نسيحه ونصب مكانه معدن عشان نعمل حشوة معدنية، يعني ميتال مثلا من الذهب او كده. هنتكلم برضو على الدنشر دي ممكن تبقى كومبليت او بارشل بالنسبة للبيشنت عنده اسنان، او مثلا في اسنان مش موجودة يعني. هنتكلم على الدنشر، السنان اللي فيها، والبيز اللي هي شايلة السنان، والريلايننج ماتيريال اللي هي فوق الدنشر اللي لازقة مع الفك يعني. هنتكلم برضو على السيمنز، دي طبعا ممكن نعمل بيها فيلينج او سيلينج، وهي مهمة جدا. وممكن نتكلم برضو على الامالجم اللي هي الحشوة البلاتين، هي طبعا ملهاش علاقة بالبلاتين خالص، ولا حتى من درجة القرابة السبعة يعني، انما هي بتتسمى كده. والكومبوزيت اللي هي الحشوة البيضاء، اللي طبعا الناس بتستخدمها دلوقتي اكتر من الامالجم بكتير. هنتكلم برضو باذن الله عن الكاستنج اللي هو ان نصب المعدن المذاب في قالب عشان ناخد الشكل اللي احنا عايزينه. هنتكلم على القالب اللي هو الانفستمنت ماتيريال، دي طبعا بالشكل القالب بنصب فيها المعدن او السبيكة يعني اللي احنا عايزينها عشان ناخد شكل السنة. تاني حاجة هنتكلم عنها ان شاء الله اللي هي الكاستنج الوي، مثلا الذهب والحاجات دي. وطبعا هنفرق بينها وبين الوي تانية دلوقتي. وهنتكلم برضو على
المشاكل اللي بتقابلنا مثلا زي الاير بابلز او فقاقيع الهواء اللي بتبقى في القالب، ودي بتعمل مشاكل طبعا في الشكل بتاعها. هنتكلم برضو على الروت الوي، دي طبعا مش بالتسخين، الروت الوي دي بالكولد ووركينج، زي مثلا السيرجيكال انسترومنتس، الادوات الجراحيه مش بنصبها قالب، لا بنعملها بالطرق والسحب وما الى ذلك. هنتكلم برضو على السيراميكس هنتكلم فيها على البورسلين ده اول حاجه اتعملت. طبعا البورسلين قوته ما كانتش عاليه، فاحتاجنا نعمل السيرامو ميتال، يعني حطينا عليه ميتال او معدن عشان يقويه شويه، وبعدين الجماليه بتاعته ما كانتش حلوه، فاحتاجنا نعمل حاجه اسمها الاول سيراميك، هي عباره عن سيراميكس بس من غير ميتال. هنتكلم برضو على الاندودونتيك ماتيريالز دي اللي هي المواد بتاعه علاج الجذور او حشو العصب يعني، وطبعا دي محاضره مش موجوده في الكتاب بس هي ضافينها جديده يعني. وهنتكلم برضو على الامبلانت اللي هو اللي بنحطه في